في نوع من البشر لما بيمسك القلم بيرسم، ولما يمسك القلم تاني بيكتب، ولو اتكلم بيأثرك بأسلوبه. بس في وسط كل ده مش لاقي نفسه، مش لأنه مش موهوب، لأ، موهوب بزيادة. بس زي ما المية الكتير بتغرق الزرع، الموهبة الكتير ممكن تغرق الأحلام. في ناس ربنا اداهم مفاتيح كتير، بس نسيوا إن المفاتيح من غير أبواب بتفضل في جيبك تقطع فيه. عارف إيه أسوأ من إنك تبقى مش موهوب؟ إنك تبقى موهوب في كل حاجة ومش ناجح في ولا حاجة. آه والله، 7 صنايع والبخت مش ضايع، ده اتدهس تحت عجلات التشتت. يعني عندك صاحبك اللي بيعرف يرسم، بيعزف وبيبرمج وبيكتب شعر وبيفهم في السياسة، وبيعمل كل ده من غير ما يخلص ولا حاجة فيهم. في الحلقة دي هنتكلم عن الناس اللي ربنا اداهم مواهب كتير، بس الدنيا ما ادتهمش فرصة واحدة. وهنسأل السؤال اللي بيطاردنا كلنا: هو ليه الموهبة الكتير ممكن تكون لعنة؟ كان في شاب اسمه نور. نور كان لما بيمسك أي حاجة بيبدع فيها. بيعرف يرسم، بيعرف يكتب، صوته حلو، بيعرف يلعب كورة، وفي كلية هندسة علشان بيحب الفيزياء. بس كل ما بيبدأ في حاجة بيلاقي نفسه زهق. كل مشروع بيبدأه بيركنه، كل حلم بيرسمه بيبهر. اشتغل في 5 شغلانات وفتح 3 قنوات على اليوتيوب، وبدأ 7 كورسات، بس للأسف ما كمّلش ولا حاجة فيهم. في الآخر بقى بيقعد على القهوة يقول: أنا كان ممكن أبقى حاجة جنبه، بس الدنيا ظالمة. بس يا نور، هو أنت ظلمت نفسك والّا المواهب الكتير هي اللي خانقاك؟ زمان لمّا كان في حد بيعرف يعمل حاجات كتير، كان بيتقال عليه عالم. ليوناردو دافنشي كان رسام، مهندس، عالم تشريح. ابن سينا كان طبيب وفيلسوف وشاعر. عبد الرحمن الكواكبي كاتب، سياسي، ومصلح. الناس دي كانت بتنتقل بين العلوم كأنها في بيتها. إنما دلوقتي لو قُلت في الCV بتاعك إنك بتعرف تعمل أكتر من حاجة، بيقول لك: طيب أنت بتتخصص في إيه؟ السوق عايز واحد بيعرف يعمل حاجة واحدة بس يكون بيعرف يعملها كويس جدًا. وكأن التعدُّد بقى شُبهة. في دراسة من جامعة هارفارد اتعملت عن حاجة في المُخ اسمها default mode network. المنطقة دي بتشتغل لمّا الشخص بيبقى سرحان أو بيتخيّل أو بيبدع. لقوا إن الناس المبدعين واللي عندهم مواهب كتير، النشاط عندهم في المنطقة دي عالي جدًا. بس المشكلة إن النشاط ده ساعات بيبقى زيادة عن اللزوم، وبيخلّي دماغك شغّالة طول الوقت، بس مش مركّزة. وده اللي بيسموه علميًا divergent thinking، التفكير المتشعّب. زي لمّا بتكون بتلعب مثلًا ماتش كورة، بس حاسس إنك بتلعب في 3 ملاعب في نفس الوقت. لمّا بيكون عندك موهبة واحدة بتعرف تمشي وراها، إنما لمّا بيكون عندك 5 بتبدأ فيهم كلّهم وللأسف بتسيبهم كلّهم. ودي حاجة اسمها paralysis by analysis، ده صح؟ الشلل بسبب التفكير الكتير. باري شويرترز في كتابه The Paradox of Choice قال إن كتر الخيارات مش بيريحنا، ده بيعطلنا. لأننا بنقعد نسأل نفسنا: طيب لو اخترت الغلط، طيب لو ركزت في التانية. بتفضل تلف وفي الآخر مش بتختار. الشخص الموهوب بيصحى كل يوم يسأل نفسه: أنا مين؟ أنا الكاتب ولا الرسام ولا صانع المحتوى؟ دان جيلبرت، عالم نفس شهير، قال إن الإنسان دايما بيفكر إن مستقبله هيبقى واضح، بس لما بيوصل للمستقبل بيكتشف إنه مش هو ده خالص. والمشكلة إننا بنبني على توقعات غلط، فبنضيع سنين في دوامات. وده بيخلّيك لحظة تبُص للمراية وتقول: أنا بجد مش عارف أنا مين. إحنا عايشين في عصر niche، الniche market، التخصُّص الضيّق. السوق عايز ناس تعرف تعمل حاجة واحدة وتعملها بسرعة، بدقة، وبشكل متكرر. طب والإبداع؟ عمره ما كان كده. الفنان اللي بيبرمج، المهندس اللي بيكتب شعر، واللي بيخلط العلم بالفن، ده اللي بيغير العالم. بس غالبا بيتأخر، لأن العالم بيمشي أسرع من إنك تلحق تجمع شتاتك. هل في أمل؟ والله في أمل. في حاجة اسمها creative integration، الدمج الإبداعي.
يعني ما تسيبش مواهبك تمشي لوحدها، لمهم في مشروع واحد. عمنا ستيف جوبز درس كاليجرافي وده خلاه يهتم بشكل الخطوط في الماء. مش لازم تختار موهبة وتقتل الباقي، بس لازم ترتبهم، خلي واحد يسوق والباقي يركبوا وراه. مش لأنك موهوب، لكن لأنك مش عارف تختار. الموهبة زي السكينة، لو مش عارف تستخدمها ممكن تقطعها. اختار صوت واحد من جواك واسمعه. مش لازم تبقى كل حاجة، بس لازم تكون حاجة واحدة بصدق، لأن العالم ما بيستناش الموهوبين، العالم بيمشي مع اللي بيتحرك. سلام.